كارثة كمان من كوارث الكرة المصرية. هتقول لي كارثة فيهم؟ ما هم كتير. كارثتنا واضحة زي الشمس بس محدش شايفها، وكل يوم بتزيد أكتر. اللي مستعجب منه إن مفيش حد اتكلم عن الموضوع ده خالص. تعالى معايا وأعرف الحكاية. الدوري المصري بيتكون من 18 فريق، مفيش غير 7 أندية شعبية فقط لا غير، يعني في 11 نادي شركات، يعني في 11 نادي ملهمش جماهير أصلا. سؤال بس، هي الكرة مش للجماهير؟ المفروض الكرة اتعملت عشان المشاهد يستمتع. يعني ايه الاقي ماتش في الدوري الممتاز الفرقتين ما عندهمش جماهير لدرجة ان اكون سامع صوت المدرب في الملعب بوضوح؟ ما احنا في هو بقى. اسأل نفسك كده، لو بتسمع ماتش مليان بصوت الجماهير مع صوت المعلق اكيد متعتك كمشاهد اكبر بكتير عن ملعب فاضي. الكارثة الأكبر بقى إن الدرجة التانية بقت مليانة أندية شركات برضه للأسف. الأندية الشعبية بقت في الدرجة التالتة والرابعة. عندنا في مصر 27 محافظة، نفسي كل محافظة يمثلها نادي في الدوري الممتاز. نفسي ألاقي طنطا وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج ومطروح وشمال سينا وجنوب سينا والبحيرة والشرقية وغيرهم في الدوري الممتاز. بس ده عمره ما هيحصل، لأن الأندية دي مواردها ضعيفة جدا بالنسبة لأندية الشركات المنافسة ليها. تيجي تقولي انت مش عايز الناس تستثمر في الكرة في مصر؟ لا والله عايزهم يستثمروا، بس يستثمروا صح. انا دلوقتي مثلا رجل اعمال وعايز استثمر في نادي، تمام استثمر يا باشا، بس هتستثمر في نادي شعبي، مش تعمل لي نادي وخلال 4 سنين يبقى في الدوري الممتاز عشان مفيش حد ينافسك. ودي كانت حلقتنا النهاردة. عايز اسمع رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.